مساء الخير والمحبة عليكم مشاهدينا الكرام وين ما تكونوا، نمية بكم حلقة جديدة وجميلة إن شاء الله من برنامج شباب عراقي. مساء الخير على قواتنا الأمنية المسلحة، مساء الخير على حشدنا الشعبي المقدس، مساء الخير على أحلى مقدمين اللي راح يرافقون طيلة هذه الحلقة، مساء الخير على كل عراقي مغترب، مساء الخير على حسن وحيدوري. يسعد مساك يا أحمد ويسعد مساك يا حسن، يسعد مساكم أحبتي المشاهدين وين ما تكونون. نلتقي بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم شباب عراقي اللي تشاهدونا بفقراته المنوعة والجميلة. أتمنى يا رب من تنال حسن رضاكم، فخليكم ويانا تابعونا على مدار الوقت القادم. أحبتي المشاهدين كما عودناكم دائما وفي كل حلقة راح يكون عندنا محور حديث. اليوم راح نتحدث عن الأدب النسوي. مثل ما تعرفون اليوم المرأة أخذت مساحة في جميع المجالات إن كانت الأدبية والفنية والثقافية. اليوم راح نتناقش وراح تكون ويانا حتى ضيفة السياسية أيضا وأيضا السياسية بعد ما نكمل فقراتك يا أحمد. مساء الخير عليك يا حسن. حياك الله أحمد وحيدر، مساء الخير لكل مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في شباب عراقي. اليوم بانوراما المعلومات كما طلبت مني زميلتنا ميلاد تحياتنا لها، أنه نتحدث عن معروف الكرخي في قبالة معروف الرصافي، على اعتبار الباحة كان كلامنا عن معروف الرصافي هذا الشاعر العراقي. والقصة اليوم مليئة بالأحداث ومليئة بالمتغيرات والتفاصيل الكثيرة والكبيرة، لعله تتفاجئون شوي من المعلومات اللي راح نقدمها في بانوراما المعلومات لهذا اليوم عن معروف الكرخي، راح نتعرف عليه. لكن بعد ما نشوف أحمد طبعا كل شوق لمعرفة فقرتك لهذا اليوم وأيضا للحوار أيضا مع ضيفتنا. مشاهدينا الكرام خلينا نروح مع سعد المجرد وأنت معلم. منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، معلم انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. معلم ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة، ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة، انت في الحب عبارة تخلي العقل حيارة، انت عبارة تخلي العقل حيارة، واللي خلاك ما يفهم يجي يوم دابا يندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم، او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، والله انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. I want you to all say it with me. معلم تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك، تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك، تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي،
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا واستمعنا إلى أغنية سعد المجرد أنت معلم. بلشنا مشوار حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شباب عراقي، هذه انتقالة إلى زميلي حيدر لفقرة الكوفي شوب وحوار مع الضيف. شكرا لك يا أحمد. أحبتي المشاهدين، مثل ما تحدث في بداية الموضوع، اليوم راح نتحدث عن الأدب النسوي. اليوم كانت ويانا، راح تصير ويانا ضيفتنا لهذا اليوم الكاتبة منار جابر. أهلا وسهلا بك، نورتينا في برنامج شباب عراقي. أهلا وسهلا بك حيدر، وشكرا على هذه المقدمة الرائعة. اليوم راح يكون ويانا زملائي أحمد وحسن، راح ينورونا من خلال أهلا البرنامج. بكم، تشرفت معرفتكم. بداية منار، إذا أتحدث وياك، يعني شنو اللي دعاك إلى دخول أو بالبداية كتابة ودخول عالم الأدب؟ هل هو بسبب الأهل أو المجتمع أو البيئة أو طموحك الشخصي؟ صراحة هو مو طموح شخصي، هي فجأة صار إنه بداخلي تولد حس الكتابة. أحيانا تحتاج إنه تكتب أو تترجم مشاعرك على ورقة أكثر من ما تحكي الشخص، لأنه بالحالة الكلام مع الأوراق أنفع يعني وأحسن من انه تتكلم مع بشر يعني في هذه الاونه. يعني الطموح الشخصي اللي هو اللي دفعك الى الكتاب ودخول هذا العالم؟ شيء شخصي كان. اليوم شلون تشوفين الادب النسوي في العراق، وهل يعني يساوي او يكافئ اللي يكتبون اليوم كتابنا؟ طبعا هو اكو نهضه واكو حركه بالادب النسوي، ودا الاحظ هذا الشيء، وظهور يعني كاتبات بارزات وبرزوا بفتره قصيره. طبعا اقدم لهم تحيه تمارا شاكر وشمم بيرم و آمنة العزي بنية موهوبة أيضا، وفاطمة رعد علوان. ذولي كاتبات أنا جدا أشجعهم وأقدم لهم تحية من خلال البرنامج. أكو ظاهرة يعني بتطور، أكو هذا الشيء، بس مع الأسف بدون أي دعم، ماكو أي دعم من وزارة الثقافة. هذا الشيء شخصي، يعني أي أحد يكتب هو يطور نفسه، ماكو أي دعم يعني للأسف. طيب بالنسبة للمواضيع اللي تناولها اليوم المرأة، عندها مساحة من خلال المواضيع مشابهة لمساحة الكاتب أو هي محددة في بعض المواضيع؟ هو بما أنه إحنا هسه بوضع للأسف يفتقر للرقابة. نعم. كل شخص أصبح هو رقيب نفسه، فأصبح أنه هاي شلون فرصة للبعض أنه يكتب مثل ما يريد. نعم. يعني بس هو للأنسب للمرأة أنه تتحدد ببعض المواضيع، يعني كونها حتى تتميز عن الرجل. شنو المواضيع اللي يعني اكو تضيف انوثتها على الكلمه، يعني اكو شغلات مثلا البنيه تقدر تكتبها مو مثل ما انه الولد يكتبها. اكو شغلات تدخل بمجال الجرأه الحاده، تعرف شلون؟ نعم. فهذا الشيء انه البنيه تقدر تكون بسيطه وناسكه بكتاباتها. نعم. انت تناولتي بس هذا الجانب او جميع الجوانب اللي تخص المجتمع؟ جميع الجوانب. طبعا جميع الجوانب. نعم. لانه مثل ما قلت لك الكاتب لازم يكتب كل شيء، لازم يجسد كل شيء، يحكي عن طفل، يحكي عن مسن، يحكي عن شاب، يحكي عن حالة بلده، يحكي عن شيء قصص اجتماعية. جميل. فطبعا لازم كل شيء يتناول. نعم. طيب يا ريت لو تحدثينا عن أول عمل بديتي بكتابته. بصراحة ما أذكر، لأن هي مجموعة أعمال، يعني واحد من يجي يكتب هواي شغلاتي فما أتذكرها يعني. بس شلون أقول لك، عندي أمور مواضيع تمس داخلي جدا. يعني هذا الشيء اللي أتذكره. طيب على شنو استندتي من خلال كتاباتك؟ يعني من الواقع اللي موجود لو من وحي الخيال؟ لا طبعا هو اكو بخيال، لازم انه يتداخل الخيال مع الواقع حتى يطلع نتاج فني حلو. بس اللي استندت له هو اني كتاباتي من محض الصدفه، يعني او من محض الحقيقه والواقع. اي شيء يخطر بعقلي او موقف اشاهده راسا اكتب عنه، فجاه اشوف مشاعري تنفعل وياه اكتب عنه. فهذا اللي يتناول بكل كتاباتي. نعم. يعني تؤمنين بالعداله الشاعريه، هذا المصطلح اللي دائما ما يستخدمه الادباء والمثقفين؟ يعني شلون العداله الشعريه؟ يعني باختصار هو مصطلح واسع وبكثير من التفرعات، لكن باختصار انه الحياه قائمه على اسس معينه، اكو حق واكو باطل، لكن مو دائما ما ينتصر الحق. يعني مرات الحق يتاجل الى مرحله ما بعد الحساب، ما بعد الموت. في الشعر او في الاعمال الادبيه بصوره عامه، الكاتب يحاول ان يخلق شيء من العداله بحيث تنتهي القصه او ينتهي العمل الادبي بموت الباطل وبانتصار الحق. فتميلي دائما الى هذا الشيء؟ لا مو ضروري. احنا ليش دائما نكون مثاليين بالكتابات؟ ليش من نجسد الواقع؟ احنا واقعنا مو مثالي. فيعني مو بالضروري انه يعني نكتب عن شيء ينتصر الخير ويروح الشر، لانه هو مو دائما هيك. طيب منار، بالنسبه لكتابك عاصفه الخريف، شو تصنفينه من الفنون الادبيه وشو تحبين توصلين من خلاله؟ طبعا هو عباره عن نصوص نثريه. نعم. ما اوصل من خلاله غير شغله واحده. اي بنيه عندها، وانا الكاميرا حتى اوجه كلامي. نعم. اي بنيه عندها موهبه الكتابه، ولو حتى يعني
هيك تكتب، حتى لو شو بينه وبين نفسها تقول انا ايش دا اكتب هاي خربطه. نعم. لا تقدرين تكتبين، واي وحده تقدر تكتب، واي وحده تقدر تصير اذا بداخلها ارادت هذا الشيء لا تقدر، بس نعم. تحتاج لها التنميه. وهذا الشيء صقلها من اثناء القراءه. طيب منار، تاثرتي بقاص بروائي اليوم تسيرين على خطى الطريقه اللي يستخدمها هذا الكاتب؟ بصراحه لا، لانه هذا الشيء سلبي راح يكون بالنسبه لي. صعب انه اخطئ على خطى غيري، راح اكون ضل، ما راح اصنع نفسي. فهذا الشيء مستحيل ارفضه يعني حتى. طيب تقرين يعني بعض الكتب خاصه طبعاً بالكتاب روائيين وقاص؟ طبعا اقرا جميع الكتب، يعني ما الزم نفسي بروايه فقط او لا، جميع الكتب، واحب اقرا. منو اللي شفتي قريب يعني من قريتي لو شفتي عنده روحيه او احساس مشابه الى منار؟ الكاتب ياسر حرب. نعم جدا احب هذا. نعم. حتى قرأت له مجموعه قصص قصيره، كتاب حاليا مستمر دا اقرا به. بس عفوا ما سمعت اسمه الكاتب. ياسر حرب. ياسر حرب. نعم. دا اقرا هسه حاليا عنده مجموعه قصصيه بعنوان اخلع حذائك. احب القصص اللي تكون بها موعظه، فهذا الشيء اللي يشدني. طيب منار، هاي اللي نسمعها من خواطر اللي من قبلك وبعض الروايات، هل هي وليده بعض المواقف اللي مريتي بها؟ سبق انه قلت له المواقف يعني كل شيء اكتبه هو وليد اللحظه. نعم. يعني ما اجي اقول لا انه انا قررت اكتب خلي اكتب، لا، وليد اللحظه. فجاه شفت نفسي حتى شويه مشاكل ويا اهلي انهم ما انتبه لهم، راسا ابدي اكتب اكتب ابتعد عن اعزل عالمي راسا عن عالمهم. طيب منار، متواصلين وياك لكن عندنا استطلاع يتحدث عن الادب النسوي، خلينا نشوف هذا الاستطلاع مع الزميل مصطفى السعدي من بعدها راجع لكم. الأدب النسوي توجد مؤلفات كثيرات ولهن دور وباع طويل في هذه الحركة، ولكن ضعف وسائل إنتاج الكتب أدى إلى تشوه كبير في تنظيم هذه الحركة. في تقديري الشخصي أن الدولة العراقية وخصوصا وزارة الثقافة معنية من خلال دار الشؤون الثقافية أن تتولى طباعة الكتب، طبعا بعد عرضها على الخبراء. يعني بالتأكيد هنالك حراك مستمر بالنسبة للمجتمع النسوي، وما نلاحظه في المحافل الأدبية والثقافية تواجد المرأة وتواجدها بقوة في هذه المجالات، ودخولها بقوة في حركة التغيير الثقافي والفكري في العراق. الحركة النسوية أو الأدبية في العراق هي حقيقة نشطة، ولكن بحدود معينة لأسباب. أولا الوضع الأمني يؤثر على الحركة النسوية الأدبية، أيضا إضافة إلى ذلك أنه قلة عدد الجهات الراعية لهذا الأدب، وبالتالي فإن الأديبة حينما تطبع ديوان شعري أو قصة قصيرة أو مجموعة قصص قصيرة أو رواية تحتاج إلى مبالغ مالية. دعم المرأة في هذا المجال وتشجيعها من خلال إقامة الأنشطة الأدبية النسوية بهذا الخصوص. أيضا نلاحظ أنه أيام الجمعة تكون خالية في شارع المتنبي من موضوعة أنه طرح الثقافة النسوية أو الأدب النسوي. مسألة الشاعرية ومسألة الشعر والأدب موضوعة كبيرة عريضة، لا يمكن أن يوسم بها أي مرء أي شخص إلا الذي قد تناول من هموم قضيته، من هموم وطنه، من هموم جزئيات حياته. حينما نحتاج إلى مقارنة مع الأدب الأوروبي وهكذا، يعني كما تعلم جنابك اليوم أصبحت العولمة، وفي تعريف العولمة الأكاديمية رفع الحواجز والموانع عن كل الثقافات، ومن ثم دمجها، يعني لا تبقى حواجز. يعني لا نرى هذا الاندماج والمصاهرة في بوتقة العالم. شكرا للزميل مصطفى السعدي على اعداد هذا التقرير. نرجع ضيفتنا منار، شفنا هذا الاستطلاع يتحدث عن دور الادب النسوي اليوم اللي نشوفه، شنو رايك حول هذا الموضوع؟ سبق انه وهدت للزميل، قلت له انه اكو نهضه، البنات العراقيات او الكاتبات العراقيات متوجهين خوش توجه. نعم. وهذا الشيء طبعا بفضل مثل ما قال احد المتحدثين. نعم. قال انه اكو بسبب اللي يصير العولمه والانترنت، هذا الشيء فتح هوايه افاق. يعني اليوم صارت اكو مساحه اكبر بالنسبه للمراه تقدر
حتى لو ان كانت يمكن العادات والتقاليد اللي تقيدها بامكانها اكو وسائل اخرى تقدر تعبر من خلالها. طبعا اكيد طبعا. طيب منار، قبل لا طبعين هذا الكتاب ويمكن لحد الان يمكن مصادر هذه الكتابات صدر باثناء نعم. بعدين نتحدث به. قبل لا تطبعينه المن يعني تشوفين هذه الكتابات، من يسمع هالكتابات؟ اكو تنطيها الى نقاد او يكون نقد فقط ذاتي؟ هو بس اسمح لي اقول شغله واحده. نعم. يمكن افتي. طبعا ماما شكرا على كل شيء. الكتاب اللي راح يوصل، نعم، اللي راح تقراه هوايه ذائقه، هوايه ناس. نعم. من بعد الله الفضل لوالدتي. ربي يحفظها ان شاء الله. اشكرك. المنقح الاول والدتي، الناقد الاول نعم هي والدتي. فما اتذكر انه نزلت شيء انتقدني احد به. نعم جميل. ما اتذكر هذا الشيء. اني مرات احسه سلب اني انا اقول مدى اعرف اغلاطي وين، واتيه بين انه المجاملات ام هو هذا فعلا اني مدى اغلط. طيب يعني هي ست الوالده تحياتنا لها، هي ايضا مختصه بكتابه القصه والروايه. لا، لكنه هاويه لقراءه الكتب. فهذا الشيء اكيد يساعد. كثر الشخص ما يقرا راح يعني شلون تنسقل عقليته الكتابيه. طبعا تحياتنا لها. الكتاب اول مطبوع لك؟ اول كتاب لي. تتمنين انه يكون هذا الكتاب مو الاول والاخير؟ طبعا. وتتمنين بنفس الوقت انه يترجم الى اللغه الانجليزيه والفرنسيه والى العالم؟ طبعا هو اكو حتى يعرف المراه العراقيه وفكرها. طبعا هو اكو اجاني هيك عقد يترجم بلغه اخرى، لكن ما حبيت يكون هذا الكتاب. قلت لا، خلي اكتب على غير كتاب وهذا الكتاب اريد يترجم. يعني طبعا احب هذا الشيء. حلو انه من تشوف كاتبه عراقيه يترجم كتابها، مجرد ما انه راح يترجم كتاب راح ينتشر بانحاء العالم كليتها. فهذا الشيء طبعا افرح به، واي كاتبه اي شخص يفرح به يعني. طيب يعني ممكن نسمع في مقطع معين من هذا الكتاب او الروايه اللي انت الفتيها؟ حاليا ما حضرت شيء من الكتاب، لانه ما يصير واحد شلون يعني انت تقول لي كانه كاسيت تقول لي احرق اغنيه بس يعني بخصوص الروايه او خاطره او موضوع محضره. اي طبعا اكيد، طبعا اكيد. نسمع. عندي هواي ناس حبوها، نزلتها على الفيسبوك، هي بعنوان دجلة. دجلة النهر الذي كان يرافقنا، كان ثالثنا في لقاءاتنا. حدثته اليوم عنك، أخبرته كل شيء. أتعلم هو تذكرني ورحب بي، لم يتركني وحيدة. حدثته اليوم عنك ورحب بي ولم يتركني وحيدة. وعدني إنه سوف يذكرك بي حالما يراك. وعدني إنه سوف يذكرك بي حالما يراك. لم أتمالك نفسي فبكيت، وحالما أبصر دموعي قال لي مهونا: حتى وإن اغترم ما فعلته لأجله بالهجر سيأتي. سأرسل بعضي مع السماء، ستساعدنا السماء. سأجعل مائي يهجم مطرا عليه، سيترسب بمسامه، وبعدها سيتذكر فيأتي. شكرا لك. شكرا لك يا منار. شكرا جزيلا. طبعا تحدثوا الشباب عن اللغه، ويمكن احمد قال اذا بامكانك الترجمه، لكن نعرف ايضا بانه انت تتقنين اللغه التركيه. ليست التركيه فقط، يعني ليست اكثر من لغه. نعم. ساعدك في الكتاب والاطلاع على الادب باقي البلدان؟ هو اكيد هو الكاتب لازم يطلع عن مختلف الاداب حتى يعرف انه مختلف الثقافات البلدان المختلفه. بس هذا الشيء هو طبعا يساعد يصقل الثقافه الادبيه. بس السؤال ما فهمته بشكل. لا قصدي يعني بانه هذه الامكانيه، بانه بامكانك تقرين كتب مال كتاب في بلدان الاخرى، لان انت تتقنين اكثر من لغه. اي طبعا هذا الشيء اكيد، يعني اكيد اقرا كتاب ما اقتبس، بينما انه اشوف شنو الشخص الكاتبه وشنو يعني حتى اقدر اقدم شيء مختلف. نعم. حسن، انا اربي يعني دائما مجالك هذا.
لا بالعكس يعني اليوم عندنا ناقد موجود ويانا بالمناسبة يعني. لا انا ترى انت لازم اتكلم تخضعين للنقاد. اسف انا ما اتكلم باسلوب الناقد ابدا، وانما ضيفه عزيزه في شباب عراقي. شكرا جزيلا. وبصراحه احنا شباب عراقي دائما يركز على المواهب الشبابيه حتى يعني ينطيها دعم دائما ما يبرزها الى عالم النور، لكن بالمقابل اكو اشياء الشباب بعدهم يعني مو كلش يعرفوها او بعدهم ما محتكين بها. يعني في بعض الاحيان الانسان يحتاج الى معرفه تجارب الاخرين، صحيح، خصوصا اذا كانت تجاربهم قريبه من تجربته او من حياته اللي يعيش بها، حتى يعرف الاخرين شلون عبروا عن انفسهم باي طريقه، ومن خلال طرقهم او من خلال تواصلهم مع الكلمه وتواصلهم مع اللغه راح اعرف شلون اتواصل مع ذاتي واخرجها على شكل لغه مكتوبه كقصه او كروايه. صحيح. مخليه في بالك مثلا جدول معين للقراءات لكتاب معينين؟ لكتاب معينين لا بصراحه. أنا جدا يشدني الكتاب، عنوان الكتاب وأول صفحة من الكتاب وآخر صفحة من الكتاب، وبعد أحب أقتنيه وأبدأ بقراءته. فما أتبع أنه أمشي وراء أنه شنو العناوين اللي شدت نور؟ الشخص بس خلي أجاوبك على سؤالك. ما يهمني شخص قال عن هذا الكتاب لا ما حلو، لأنه هي آراء. لو تشابهت الآراء لبهضت السلع، مو صح؟ في الموضوع بالنسبة لي أنا أحب أني أقيم الكتاب وما ظل أسمع عنه. جيد. يعني على ذكر النقاد ومن جنابك تتكلمين على موضوع، برأيك كل كاتب وكل أديب وكل يعني شاعر لازم يعني يخضع إلى النقاد. طبعا. أفهم من كلامك أنه أنت دائما تعتمدين على نفسك بالانتقاد وما تحبين أنه الناقد يقدم وجهة نظره وصورته خلال كتاباته. ما قلت هيك. ودا شوف تقولين؟ لا أنا قلت أنت سألتني سألت أني إذا أحد ناقدني، أنا ما حد ناقدني، بس أنا دا أقول هذا الشيء سلبي. عرض هذا الكتاب أمام النقاد حتى من تقدر. مو أنا ما أجي أقول له تعال انتقد، أنت كتاباتي موجودة وإن شاء الله الكتاب راح يعني راح يكون بالأسواق. نعم. اللي أكو إذا بينقد هذا الشيء يسعدني، هذا الشيء يصقلني، يعني يصقل موهبتي أكثر، هذا الشيء يخليني شنو الشغلات الغلط اللي ارتكبتها أتلافاها بالكتابات المستقبلية. أنا سبق وقلت أحيانا عدم التعرض للنقد هذا الشيء ما يولد لي ثقة بالنفس مثل ما هو يولد لي خوف، إنه اللي دي يحجون دي يمدحون بالشيء هاي مجاملة لو أنا فعلا أبدعت. بالعكس هذا الشيء خوفني إذا ما ألقى نقد. طيب منار، يعني أنت بداية عمرك وعمرك صغير، اليوم شوفين نفسك يعني تمتلكين روح الكاتب؟ طبعا شلون صرت كاتبة؟ لا يعني مو هي تجارب، البعض الآخر ياخذها يقول لك أنا في بداية عمري تعتبر كتجارب البداية، لكن هي مو تجربة. أنا ولا ممتهنة الموضوع مهنة، هي مشاعر تطلع على ورق. أي لا أكثر ولا أقل. طيب قبل الكتابة وقبل العزلة والتعبير من خلال بعض المفردات الأخرى، قبل أكو فد شيء كان يعني في نفسك تمارسينه ولكن توقفتي وبعدين رحتي؟ أي بالضبط، كان عندي هوس بتصميم الإكسسوارات. نعم. لفترة وبعدين فجأة شفت نفسي. هل كانت عندك هواية نفس هذا الموضوع؟ كان عندي هواية وكان عندي فد شيء دمار بالموضوع، بس شوي هوائية. تعرف الكاتب لازم يكون مزاجي. ما أدري رأسا يعني أنا بالمناسبة أنا أكتب من زمان، من زمان أنا أكتب. نعم. بس ما طورت نفسي، ما طورت الشيء لحد ما إنه يعني نقدر نقول عرضت الموقف خلاني شو كتبت. أنت يا مواليد؟ 93 ما شاء الله إن شاء الله العمر كله. أشكرك. أريد أعرف من خلالك شنو النوع من القصص اللي تميلين دائما بالكتابة لها؟ القصص اللي احبها قلت لك انه اللي بيها حكمه، اللي من اقراها مو اقراها حتى يعني ارضي فضولي او انه خلاص انتهت نهايه حزينه انتهت، لا، احب القصه اللي راح تخليني اكتسب حكمه او موعظه تغيرني من داخلي. هذا الشيء كل شيء يعني. طيب منار، شو كنت تلجأ يعني الى الخيال، هذا العالم الاخر؟ يمكن البعض يريد يهرب من الواقع. حاليا انا من الخيال. نعم. في كل لحظه. ليش اختاريتي هذا يعني هذا العنصر؟ يمكن هو يمكن عنصر في داخل كل كاتب او كل قاص، لكن مو بشكل دائمي. زين بربك انت ما تشوف واقعنا مرير؟ حتى نهرب منه لازم نكون مع الخيال. نعم. زين اوقات الكتابه اللي تختاريها دائما كل كاتب له طقوس خاصه، له اجواء خاصه، القهوه والسيجار والما اعرف شنو. شنو طقوسك اللي انت تقدري توظفيها للكتابه؟ ما احب القهوه. فيعني ما راح تكون من اولوياتي مثل بعض الكتاب. هي قلت لك انه فد شيء وليد اللحظه، اوقات الكتابه فجاه تشوفني اكتب، بس اغلب ما عندك يعني وقت معين؟ لا هي ما عندي، هي موضوع ما له وقت. هو انت من تجي تكتب فجاه يعني شلون انت فجاه عجبك تحكي، شلون راح تحكي ويا الورق؟ بس اغلب اوقاتي تصير بالليل. يعني انا نادرا
ما انام بالليل، تمر علي 3 ايام انا ما ينزل نايمه. عليك ملكة الكتابة وتقدرين بالضبط. تكتبين الخواطر أي. والأشعار والهذه. لا مو اشعار، كاتبه تحاولين خواطر. ليش ما نصوص. تحاولين أنه تكتبين الأشعار؟ ما آه، جربتي؟ لا ولا احب اجرب، لانه كل واحد له مكانه. اني اذا شفت نفسي انا اقدر ابدع بهذا المكان، اني واثقه من نفسي ما راح اقدر ابدع بهذا المكان. والشعر به بحور وقافيه ووزن والى اخره. وهذا اللي وأنا يعني هذا اللي يخليك الشيء- تبتعدين عنه عن الشعر، لا، يعني مو- القوافي والأوزان؟ لا بس ما احسه مكاني. ابد ما احس روحي راح ابدع به، فليش ادخل بحرب خسرانه؟ أنا ان شاء الله أسمع ماكو خساره. والمشاهدين ايضا يسمعون يعني مقاطع اخرى من الكتابات اللي تكتبها نور حتى نعرف نور منو؟ الى اي مستوى. نعم نور منو؟ اسف. منار اسف جدا. نعم. تعبير مجازي اليوم احتمال. نار اليوم ويانا. احتمال تعبير شكراً مجازي جزيلاً. النور الكتابات. السؤال بس ممكن لا، أنا بس اعاقبك باعاده السؤال. مقطع من المقاطع الاخرى اللي تكتبها ما دائما حضرت. نور. نور ما حاضر، نور ما محاضره اليوم. زين. حضرت مقطع واحد مثل ما طلبوا مني يعني. طيب منار، نريد نتحدث، انت قراتي تاريخ العراق، اخذتيه كمصدر غني بالنسبه في كثير من الكتابات. مثل ما تعرفين دائما الكاتب يعتمد على بعض المصادر حتى يقدر يفهم الواقع الحاضر، كثير من الامور يترجمها من خلال كتاباته. ماكو احد عراقي نعم. قرأ التاريخ، حتى اذا اني ما قرأته من باب الفضول فاكيد بالمدرسه قرأته. بس الى متى اني ابقى استغل تاريخ نعم. حضاره او بلدي؟ ليش ما اني اصنع تاريخ للاجيال القادمه؟ جميل. باكر عقبه من يجون اجيال يعرفون انه فلان كاتب، فلان شاعر، فلان. فهذا اللي اني يهمني، ما يهمني ابقى اقرا تاريخ واقعد اكتب عنه. هذولاك ناس كتبوا وصار واحنا بدنا نتعلم منهم، غير احنا المفروض الناس تتعلم من عندنا. منار الجابر، نورتينا اليوم من خلال برنامج شباب عراقي، نتمنى كل جزيلاً. التوفيق ان شاء الله. شكرا لك. شكرا على الحوار الرائع، وان شاء الله نعيدها باكثر من مره. ان شاء الله. شكرا شكرا. جزيلا. هذه عوده لك يا احمد. شكرا لك يا حيدر والى ضيفتنا. مشاهدينا الكرام، بعدنا متواصلين وياكم، لكن نروح الى فاصل بعد تراجيل، خليكم ويانا.